قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا لفلسطين ان ربنا ينصرهم. النهاردة هنزور مع بعض واحدة من اكتر الاماكن اللي بحبها في مصر، مدينة بورفؤاد. مدينة بورفؤاد موجودة على جزيرة في قناة السويس في محافظة بورسعيد، وبيفصل بينها وبين مدينة بورسعيد قناة السويس، وهي زمان كانت حي من احياء مدينة بورسعيد، وبعد كده بقت مدينة لوحدها ولكن تابعة لمحافظة بورسعيد. اول حاجة اخدنا المعدية من بورسعيد علشان نروح بورفؤاد، واكلنا النوارس في المعدية. النوارس بتكون موجودة في الشتاء بس عشان هي طيور مهاجرة، وبتروح أوروبا في الصيف وبتيجي عندنا في الشتاء، وبالنسبة لي هي أجمل حاجة في المعدية. واحنا مستنيين المعدية تتحرك عدت سفينة عملاقة من قدامنا، ودي حاجة مش بتحصل كتير لأنهم المفروض بيعدوا من التفريعة التانية للقناة، بس كان شكلها حلو وهي معدية قدامنا. وصلنا بورفؤاد في حوالي 5 دقايق. أول ما تنزل من المعدية هتلاقي الجامع الجميل ده قدامك، هو اسمه جامع المجمع الإسلامي، وكنا شفناه مع بعض في الفيديوهات بتاعت بورسعيد. لو لسه مشفتوهاش هحطها لكم في الدايرة البيضاء اللي فوق. دخلنا الجامع علشان نشوفه من جوه. الجامع ده اتفتح سنة 1994، وهو أكبر مسجد موجود على قناة السويس كلها، وفي رمضان بيزينوا المسجد ده بشكل جميل جدا. المهم صلينا الظهر وانطلقنا عشان نبدأ رحلتنا في بورفؤاد. أول حاجة أخدنا ميكروباص من عند المعدية علشان نروح الملاحات. ملاحات بورفؤاد اتعملت سنة 1859 وبتنتج 300 ألف طن سنويا من الملح، والناس بتحب تروح هناك عشان تتصور، لأن المكان في الصور بيبان أكنه جبال تلج، وبيبقى شكله جميل فعلا في الصور، لكن مفيهوش حاجة تتعمل قوي، فأخدنا صورتين ومشينا. وهم حاليا عاملين تذكرته ب5 جنيه. طلعنا بعد كده نتمشى شوية في شوارع بورفؤاد، وكان حظنا حلو والدنيا قعدت تمطر علينا شوية. بورفؤاد وبورسعيد والإسماعيلية وبور توفيق في السويس فيهم شوارع من أهدى وأجمل الشوارع في مصر، وده بسبب الجناين الكتير والفيلا اللي في الشوارع دي. عملنا فيديو عن الإسماعيلية وبورسعيد، ودلوقتي في بورفؤاد، وإن شاء الله قريب جدا هنعمل فيديو عن مدينة السويس كلها، لأنها حقيقي من أجمل المدن في مصر ومش ناس كتير بتروح. الفيلا دي واحدة من أكبر الفيلا في بورفؤاد، وهي كانت بتاعت السادات. رحنا بعد كده شاطئ بورفؤاد، وهو بيكون فاضي وهادي جدا في الشتاء، واعتقد انه بيكون زحمة جدا في الصيف، فاحنا جينا في احسن وقت عشان نقدر نستمتع بالمكان وبالهدوء. وانا عامة بحب السفر في الشتاء اكتر، لان في الشتاء معظم الوقت بيكون الجو جميل والدنيا نسبيا فاضية شوية عن الصيف. السفن اللي قدامنا دي طالعة من قناة السويس بعد ما اخدت رحلتها طول اليوم من اول القناة في بور توفيق في السويس لحد اخر القناة عند بورفؤاد هنا في بورسعيد، مكان ما احنا واقفين دلوقتي. هسيبكوا شوية مع المنظر. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. خلصنا قعدة على البحر ورجعنا ركبنا المعدية تاني، وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون عجبكم، متنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي من مكان جديد ان شاء الله.